بكري الكاطو كان بقيمته، بكري تنجم تعرف شكون اللي تعرف طيب شكون اللي ما تعرفش طيب، لاخاطش لي زانغريديو كانوا سامبل بزاف. سما العفسه كانت في اليدين. بكري كانت لاباط، ايوا من بعد شويه سكر وسلام عليكم الطورنو. دروك يدير لك نوتيلا تخلطها بالبيستاش تخلطها بالكراميل، من بعد تقول لك يا درا كاطو شباب وباينه شباب. هاو باين هاد الصوالح تاكليهم وحدهم شابين، تخلطيهم ما تخلطيهمش يقعدوا شابين، لكن كاع هاكم باجي شباب حبسي. ها والله كيجي العيد تقول لك انا درت 3 انواع درت 4 انواع، هي ما 3 ما والو، هي لاباط غير هي نخدم بها، تبدل غير الطابع، خاطر دير قلب خاطر نجمه خاطر مربع. هي تقول لك درت 3 انواع غايه. سلام الزينات، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم بخير وبصحه جيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جبت لكم بوصفه حلوه ديروها لقهوه العشيه ولا ديروها تشربوها مع لاتاي ولا كيما تحبوا. بسبوسه بزوج حبات تاع البيض برك. اذا كنتي مازال ما وجدتيش باش تقهوى العشيه يلا نوضي وجدي قهيوتك وجدي البسبوسه ديالك وكليها وبصحتك. انا صراحه هذا وين درتها قلت علاش لا ما نمونطي لهمش لا فيديو دركا ونحطها لهم باش هكذا اللي مازال ما وجدتش تنوض توجد لوليداتها تفرحهم. بسبوسه بزوج حبات تاع البيض، واذا كان عندك هذا المول الصغير ولا مول تاع الزجاج تقدري ديريه. انا هذه البسبوسه كنت شتا عند ام وليد برك درت فيها شويه تاع تغييرات، درت فيها بنوات كوكو درت لها. نبداو تبعوا الفيديو الاخر باش هكذا تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، واللي مازال ما اشتركتش تشترك وتفعل الجرس باش هكذا يلحقكم كل جديد، وما تنسونيش جيم وكومونتير. نبداو على بركه الله. واش عندنا؟ الحاجه الاولى اللي رايحين نوجدوها هي الشربات. الشربات بيسك لازم تكون بارده. واش ندير؟ في كاسرونه درت كاس سكر وزوج كيسان تاع الماء، ورايحه ندير لهم طرونش تاع السيترو. نحركوهم ونديروهم فوق النار كي يبداو يغليو، نحسبوا لهم 10 دقائق ونطفيو عليهم. يعني هذه هي الحاجه الاولى اللي نوجدوها توجور في كي تروحي ديري البسبوسه، هي الشربات باش هكذا تكون لك الشربات بارده والبسبوسه ديالنا تكون سخونه. هنا بعد ما درت الشربات ديالي طيب لي فوق النار، رايحه نجوز نوجد البسبوسه ديالي اللي هي واش درت لها. درت لها زوج حبات تاع البيض، زوج حبات بيض يكونوا بدرجه المطبخ. ندير لهم رشه تاع الملح. يعني هنا قلت البيض ما كانش بزاف، قلت وعندي المول الصغير هذاك تاع 25 على 25، قلت ولا غنروح نوجد لهم بسبوسه للقهوه تاع العشيه. وحنا العشيه انا نحب نشربها مع لاتاي، ما نحبهاش بزاف برك هكذا شويه من ذاك. المهم كي درت لها دوك زوج حبات تاع البيض درت لهم رشه تاع الملح وضفت لهم كاس غير ربع تاع السكر. نحركوهم مليح جوست بالفوي برك، ما تحتاجيش الباتور ولا. نحركهم مليح باش يذوب لي، يبدا يذوب لي شويه هذاك السكر. ورايحه ندير له الحليب تاني كاس غير ربع، كاس غير ربع الحليب. الكاس اللي تكيلي به الشربات هي تكيلي به هاد المقادير اللي نديروهم هنايا. هنا بعد ما ضفت له كاس غير ربع تاع حليب رايحه نضيف له نص كاس تاع الزيت ونخلط كيف نخلط مليح. ومن بعد ندير لهم هنا كان عندي قشور الليمون، حبه تاع الليم ربيتها ودرت لها هذاك لو زاست ديالها. اذا ما عندكش زاست دو سيترو ولا دورانج ولا تقدري ديري لافاني، يعني قول لي حبيتي. انايا حبيت باش يكون لي باسكو البسبوسه على بالكم تحب بزاف الكو تاع السيترو في البسبوسه. هنا راح نضيف كاس تاع كاس تاع السميد يكون رطب هكا. قالت سيده ام وليد خالتي لكم لازم يكون رطب. انا يعني مولفه نديرها بسميد معين، هذه المره درتها بسميد رطب سيتها. هي دارت كاس غير ربع، كاس وربع سميد رطب. انا ضفت كاس سميد رطب وربع كاس تاع نواد كوكو. وهنا ضفت لهم كيس تاع خميره كيميائيه. نعاود لكم كاس سميد رطب وربع تاع نواد كوكو. انا بيسك نحب الكو تاع نواد كوكو في الماكله كامل، يعني في الحلاوي، قلت نسييها ندير لها ربع كاس تاع نواد كوكو. وضفت لها كيس خميره كيميائيه. ان شاء الله نخليكم المقادير في صندوق الوصف، واللي عاد يسكسيوني وين صندوق الوصف هو كي تكليكيو على العنوان يخرج لكم صندوق الوصف، هذاك هو. رايحه نخلطها مليح كما قلت لكم. نعاود لكم كاس تاع سميد رطب
تاع دقيق رطب، ونص وربع كاس نواه كوكو، وكيس خميره كيميائيه. هنايا شوفوا كيفاش تكستور كيفاش تجي خفيفه، ماشي تجي ما تجيش ثقيله. هنا كنت خليتها جوست 2 دقائق قيس ما كملت. السنيوه ديالي 25 على 25 دهنتها بالزبده ورشيت لها الفارينه. وهذا الوقت اللي كنت راح شعلت الكوشه ديالي بيسك ما نسيتها، ما شعلتهاش من قبل، شعلتها هذا الوقت قيس ما تسخن لي شويه برك الكوشه. ودرت هذاك الخليط تاع البسبوسه درتو لداخل السنيوه، ومن بعد راح نديرو داخل كيما قلت لكم. درت هذاك الخليط تاع البسبوسه لداخل السنيوه 25 على 25. راح نديرها في الكوشه طيب اللي كنت ما عنديش هكا ميم با 5 دقائق ملي شعلتها، جوست تسخن شويه ومن بعد نديرها. كي تدخلوها في الكوشه تشوفوها طابت لكم من تحت، حمروها ديروا شعلوها من الفوق تحمر ومن بعد نحيوها. يعني الوقت كل واحد والكوشه تاعو، ما نقدرش نقول لكم الوقت شحال دات لي. هنا وهي سخونه خرجتها من الكوشه وهي سخونه رايحه نسقيها بديك الشربات اللي كانت بردت لي، كنت طيبتها وبردت لي. سي بور سا قلت لكم لازم تكون الشربات هي الاولى اللي نخدموها. هنا راح نسقيها كامل ونخليها تتشرب بمليح. انا صراحه ما خليتهاش تتشربت لي حتى العشيه، ولا خليتها يا ربي نص ساعه ومن بعد ديكوريتها وقسمتها من قبل. والتزيين يقعد اختياري، كل واحد كيش يحب يزين البسبوسه ديالو. تقدروا تحبوها هكا سامبل ما ديروا لها حتى ديكور من الفوق كيما تقدروا، كيما درت لها انا شويه تاع رشه تاع نواه كوكو. قبل كي قطعتها كما قلت لكم بردت لي شويه ومن بعد قطعتها وشديت لاجولي من الفوق، درت لها كامل لاجولي من الفوق باش هكذا كي تكون شربت لي ديك العسيله تلصق لي شويه هذوك شويه رشه تاع نواه كوكو ولي سيريز، ودرت لها ورقه تاع نعناع باش تكاسي لا كولور تجيني الدرابو تاع الجزائر الاحمر والابيض والخضر. درت لها هكذا. وهذه هي البسبوسه تاعنا بعد ما كملناها وكملنا الديكور تاعها. وهذه هي البسبوسه تاعنا واجده بعد ما كملناها كلش. والوصفه تاع نهار اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم، ويعني تقدروا تعتمدوها ما ديروها في بلاصه قلب اللوز في رمضان. كيما بار اكزومبل خبز الباي، يعني كل يوم تنوعوا. سورتو كي قلت لكم هكا ديروا كميه صغيره، 2 حبات تاع البيض والسنيوه هذه 25 على 25 تمي لازمه في كل بيت، سورتو اللي عندهم النومبر تاع لا فامي قليل، يعني كل يوم تنوعي لهم حاجه. ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسونيش بجيم وكومنتار. نتلاقاو في فيديوهات الجايين ان شاء الله. تهلاو في روحكم بزاف. سلام.